ازيكم عاملين ايه؟ بما اننا لسه مكملين في المقاطعة وهنفضل مكملين فيها لاخر يوم في حياتنا ان شاء الله، فانا جايبه لكم النهارده وصفة من وصفات ستاربكس القديمة والمشهورة جدا، وهي ستاربكس كوفي سينامون كيك. هي بتتكون من طبقتين. لاول طبقة هنحتاج كوباية الا ربع من الدقيق، وعليها تلت كوباية من السكر البني، ومعلقتين كبار من القرفة. انا عايزه اقول حاجه، ان مش لازم ابدا ان الوصفه او ان الكيك دي بتتباع في مكان معين غالي يبقى هي مكوناتها كتيره او صعبه، او مثلا طريقه عمايلها صعبه فعشان كده بتتباع بالمبلغ المعين. ممكن تكون وصفه سهله جدا وبسيطه. هنضيف عليها ربع مكعب من الزبدة يكون بارد بدرجة حرارة الغرفة، وهنبدأ نخلطهم ببعض بالشوكة زي ما انتوا شايفين. ولو الموضوع صعب عليكم بالشوكة هتعملوها بإيدكم لحد ما القوام بتاعها يوصل لشكل الرمل المبلول اللي انتوا شايفينه. للطبقة التانية في طريقتين، في طريقة سهلة جدا وفي طريقة مكوناتها ممكن تكون غالية شوية. فأنا خدت الطريقة السهلة، جبت كيك ميكس فانيليا جاهز من السوبر ماركت، وزودت عليه 3 بيضات بيكونوا بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده هنزود عليهم حوالي نص كوباية من الزبدة، وعليهم حوالي نص كوباية من اللبن أو أزيد شوية من نص كوباية من اللبن. وهنبدأ نخلطهم ببعض لمدة حوالي 5 دقايق لحد ما كل المكونات تدخل في بعض، ونلاقي ان لون الخليط بتاعنا بدأ يبقى لونه فاتح. وساعتها هنكون مجهزين الفرن على درجة حرارة 180، هنسيبه يسخن من قبلها. والخطوة اللي بعدها هنجيب قالب الكيك وهنحط فيه نص كمية الخليط اللي احنا عملناه، وهننزل في النص بالخليط اللي احنا عملناه في الأول من الدقيق والسكر. وبعد كده هنبدأ نفرده بالراحة جدا، وبعدها هنبدأ ننزل بالنص خليط الكيك التاني. وخلي بالكوا برضو تنزلوا بالراحة علشان ما تدخلوش كل حاجة في بعض. وبعدها هنبدأ نفرده برضو ببطء جدا وبالراحة. نبدأ نفرد بس من الطبقة اللي فوق. واخر خطوة خالص هننزل بباقي الميكس اللي احنا عملناه في الاول، هنرشه على كل الاطراف. يعني خلي بالكم ان انتوا تكونوا مغطيين الجزء اللي فوق كله من الكيك، ما تكونوش حاطين في جزء قوي وسايبين جزء تاني. وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة. وده شكلها بعد ما خرجت، شكلها يفتح النفس وطعمها حقيقي تحفة. جربوها وألف هنا.